كمان اللي أكد عليها اللي وصلتني كذلك أن قيادات لواءات وقيادات أصبحت الآن تزور قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقيادات الحزب الحيوي والعدالة داخل السجون وتقول لهم نحن نعلم جيدا أنكم عائدون ماذا ستفعلوا بنا؟ ماذا ستفعلوا بنا؟ الآن لواءات جيش ولا شرطة؟ لواءات في المطلق، يعني لا استطيع المعلومه اللي عندي انهم لواءات وقيادات الان اصبحت تزور قيادات للحريه والعداله وقيادات للاخوان المسلمين داخل السجون وتقول لهم نحن نعلم انكم عائدون ولكن ماذا ستفعلوا بنا؟ فهي الآن يعني أعتقد أن الانقلاب وصل إلى مراحله النهائية. الكاتب الأمريكي الكبير نوام تشومسكي قال في مقاله الأخير كل الترتيبات الآن وكل الاتصالات الآن التي تجري في مصر هدفها الوحيد هو استعادة الشرعية، ولكن مع بعض يعني الخروج الآمن لهذه القيادات. قلت كلام أعتقد أنه مهم